البارح جارتي كلات عندي هاد السوفلي وقالت لي كتبي لي لا روسيت تالمو عجبها. ابخي عيطت لي قالت لي ساره غلطتي باش تكتبي الحليب كتبتي البن. قلت لها لا السر في هاد المملحات هو البن. في ريسيبيون نديرو نص كاس تاع زبده دايبه ونص كاس تاع البن. انا استعملت لاكتال اللي يجي فيه بنه البن تاع زمان وزيد الحليب ديالو 100% ليد فاش. زيدوا مغرفه كبيره تاع خميره مغرفه كبيره تاع السكر، خلطوهم مليح، زيدوا لهم غرفه صغيره تاع الملح، الفرينه حتى تنضم مع نص كيس خميره كيميائيه. طموا العجينه تاعكم تكون شويه طريه بصح شاده روحها. بعد ما تريح نص ساعه حلوها كيما درت انا. هاد لاباط سهله وتجي طريه من الداخل وفايتي من برا. جيبوا سيرسو يكون القطر تاعو شويه كبير وقطعوهم دوائر بهذا الشكل. هنشتهم شويه خشان زدت حليتهم باش يجوا سوا مع هذاك المول. تحبوا ديروهم غير بيديكم ديروهم. انا البارح خرجت صبت هذا المول عجبني شريته. لا فارس قليت حبه بصل مع شويه دجاج ودرت لهم شويه غرويير. فوالا الشكل اللي تحصلت عليه. شوفوا شحال شابه كيما حبه تاع كوكياج. الكوشه تاعي راهي تسخن عندي 10 دقائق ملي شعلتها. نروح ندهنهم بصفر حبه بيض اللي كون زدت لها شويه برك تاع حليب ودهنوهم كامل ودخلوهم يطيبوا مباشره. هنا للتزيين تحبوا ديروا جلجلان سانوج، انا درت غير شويه زيتون. كي نشوفوهم قريب بداو يتحمروا من تحت نشعلوهم من الفوق. وكانت هذه هي وصفتنا تاع اليوم اللي ما راحش تندموا كون تجربوها.